سلفتي يا امام مجنناتني، سلفتي مركزه معايا، سلفتي بتحب تغلطني قدام جوزي، سلفتي معرفش بتعمل ايه. تعالي معايا في الفيديو ده يا عبيطه يا هبله، واسمعي الكلمتين اللي انا هقولهم وهقولك ازاي تتعاملي معاها. رقم 1، احط لساني جوه بقي. يعني ايه؟ انا هقولك ما اتكلمش معاها في اللي يشغل دماغها انها تقلب الترابيزه عليا او تغلطني. عارفه لسانك تلفيه لفه جامده وتحطيه جوه بقك، تقعدي معاها ازيك عامله ايه اخبارك، لا تتكلمي عن بيتك ولا عن اللي اشتريتيه ولا اللي جابه جوزك ولا بتعملوا ايه ولا بتسووا ايه، وتحط لها حدودها في الكلام، ان الكلام معاها يبقى بحدود في اطار العلاقه، لا اكتر ولا اقل. ازيك عامله ايه؟ شفتي انت لما يكون حد عابر في حياتك بتتعاملي معاه، لا تاخد عليكي ولا تاخدي عليها. وقبل ما اكمل الكلام في الفيديو، الكلام للناس اللي بتشتكي من سلفتها. ما تنطش واحده في الكومنتات تقولي انا سلفتي زي اختي وبحبها موت. حبيبتي الكلام مش ليكي. اللي سلفتها كويسه معاها الحمد لله خير وبركه، اللي في سلفتها زي اختها نعمه وفضل. احنا بنتكلم عن الناس اللي بتشتكي عشان الكلام واضح، لان انا الكومنتات بشوف كومنتات غريبه عجيبه، ببقى مش موجهه الكلام للناس والاقيهم بيهاجموني. المهم اي هجوم وخلاص، فعشان ما ردش على الكومنتات دي بطريقه تجرح اي حد. الكلام. رقم 2، ما اتكلمش على حماتي بخير او شر قدامها. ممكن تاخد الكلام الخير تقلبه عند حماتك شر، وتقلب الترابيزه عليكي وتخرب لك بيتك وتكسب البنت على قفاكي. ممكن تاخد الكلام الشر وتسلمك تسليم اهالي. فما تعمليش اي كومنتات على حماتك بخير ولا بشر، ولا تجيبي سيرتها قدامها، لان ممكن تسلمك في ثانيتها. بلاش تتكلمي على اخوات جوزك قدامها، ما تتكلميش على اي حد قدامها طالما انتي قلقانه منها، طالما هي مترصدالك خليكي اذكى منها. طب بتستنى قدام جوزي وتفضل تتكلم كلام كده انا بعمل وبسوي عشان تحسس جوزي ان انا الست مش صح. وهو انت جوزك مش تحت دراعك؟ هو انا مش قلت في فيديوهاتي جوزي تحت عيني وتحت دراعي؟ ما خليش حد يدخل بيني وبين جوزي، ما اسمحش لحد ان يسخن جوزي عليا، ولا ان جوزي يسمع لحد غيري. فين الفيديوهات؟ وريني المحتوى، وريني كلامي فين. ما تديهاش فرصه، ما تديش فرصه للي قدامك يمسك عليكي غلط. ما تتكلميش عن حياتك، عن جوزك، عن اي حاجه تمسكك غلط. خليها الشخص عابر وحط لها حدود، ولازم هي تعرف بالحدود دي. لو سمحت انا ما بحبش حد لو سمحت يدخل في حياتي، لو سمحت انا ما بحبش كذا، وقفيها عند حدها. هتشتري دماغك بقيه حياتك.